تعرفنا في الخطوات السابقة على كيفية إنشاء قوائم التحرير والسرد Lookup List، وسوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إنشاء قوائم التحرير والسرد Value List، وذلك في عرض مجموعة من القيم الثابتة داخل القائمة بدلا من عرض قيم جدول أو استعلام موجود بالفعل. فإذا أردنا على سبيل المثال إنشاء قائمة التحرير والسرد ذات النوع Value List، نضغط في الخلية Data Type المجاورة للحقل Supplier ID، ثم نختار Lookup Wizard من هذه القائمة، ومن هذا المربع الحواري نختار I will type in the values that I want، ثم نضغط على المفتاح Next، فيتم الانتقال إلى الخطوة التالية حيث يمكننا تحديد عدد الأعمدة التي نريد إظهارها داخل القائمة. فإذا أردنا على سبيل المثال عرض عمودين داخل القائمة بحيث يمثل العمود الأول رقم المورد ويمثل العمود الثاني اسم المورد، ندخل القيمة 2 في الخانة Number of Columns، والآن ندخل القيم التي نريد عرضها داخل هذه الأعمدة، فندخل رقم العميل الأول في هذه الخانة، فنلاحظ أنه تم إضافة صف جديد بصورة تلقائية. والآن نضغط على مفتاح تاب للانتقال إلى الخلية التالية، وندخل اسم العميل الأول في هذه الخلية، ثم نضغط على مفتاح تاب وندخل رقم واسم العميل الثاني بنفس الطريقة، ونكرر هذه العملية. وبعد إضافة جميع أرقام وأسماء العملاء التي نريد عرضها داخل القائمة نضغط على مفتاح Next، ومن القائمة Available Fields نختار العمود الذي نريد استخدامه لحفظ قيمه داخل قاعدة البيانات، فنترك العمود Column 1 مختار كما هو، ثم نضغط على مفتاح Next، وندخل اسم للعمود Lookup في هذه الخانة وليكن Supplier، ثم نضغط على مفتاح Finish. ويمكننا رؤية وتعديل خواص القائمة Value List بالضغط على لوحة المتغيرات Lookup. ولحفظ التعديلات التي قمنا بإجرائها على تصميم الجدول نضغط على المفتاح Save من شريط الأدوات Design Table. ولرؤية التغيرات التي قمنا بإجرائها على الحقل Lookup نضغط على المفتاح View للانتقال إلى طريقة العرض Datasheet View، وبالضغط داخل أي خلية بالحقل Supplier ID والضغط على هذا السهم تظهر الأعمدة التي قمنا بإنشائها في الخطوة السابقة. ولاختيار قيمة لهذه الخلية نختار الصف الذي نريده وليكن الصف الثاني، فيقوم البرنامج بإظهار القيمة الموجودة بالعمود الأول للصف الذي قمنا باختياره بهذه الخلية. ويمكننا البرنامج من تعديل خواص هذه القائمة كما نريد. فإذا أردنا على سبيل المثال عرض قيم العمود الثاني فقط داخل هذه القائمة بحيث يتم عرض اسم المورد بدلا من رقمه في هذا الحقل، ننتقل إلى طريقة العرض Design View، ثم نفتح لوحة المتغيرات Lookup لإظهار خواص القائمة Value List. ولإخفاء العمود الأول من القائمة نقوم بتغيير الرقم الأول الموجود بالخانة Column Width إلى الرقم 0، حيث تستخدم هذه الخانة للتحكم في عرض الأعمدة بوحدة البوصة. وهذا معناه أننا قمنا بتصغير عرض العمود الأول إلى القيمة 0، وبالتالي فلن تظهر قيم هذا العمود داخل القائمة. ولرؤية تأثير التعديل الذي أجريناه على خواص القائمة نضغط على مفتاح Save لحفظ التعديلات، ثم ننتقل إلى طريقة العرض Datasheet View مرة أخرى، فنلاحظ أنه تم عرض أسماء العملاء بدلا من أرقامهم في الحقل Supplier. وبالضغط داخل أي خلية في الحقل Supplier ID وفتح القائمة نلاحظ أنه تم عرض العمود الخاص باسم المورد فقط مع إخفاء العمود الخاص برقمه. ويجب ملاحظة أن القيم التي يتم حفظها داخل هذا الحقل ما زالت رقم العميل وليس اسم العميل. وكل ما حدث هو أننا قمنا بتغيير البيانات التي يتم عرضها داخل الحقل بدلا من رقم العميل إلى اسم العميل، وذلك لأن تذكر الأسماء أفضل من تذكر الأرقام.